مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كده شوية فاكهة لرمضان ان شاء الله بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين. كل ما نلاقي حاجة كده في السوق نجيبها ونجففها، بجد بتنفع جدا في رمضان. بتحتاجي عصاير كتير، وكمان هينفعك جدا لما يجيلك حد على سهوة وتطلعي وتعملي بقى كده شوية عصير كده فراولة، شوية عصير برتقان، اي حاجة تكون موجودة في البيت بجد بتبقى جميلة جدا جدا. بتنفع معاكي طبعا في رمضان، وتنفع معاكي لو اي حد جالك في عزومات تعملي طبعا عصير فراولة، عصير مانجا، عصير برتقان. بتبقى الحاجات دي جميلة جدا جدا. وقبل ما ابدا الفيديو بشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم يا رب. وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق، جزاكم الله كل خير يا رب. ويلا في البدايه نقول بسم الله ونشوف هنبدا ازاي. اول حاجه كده معايا الفراوله، غسلتها غسله كويس، وهشيل الحته بس كده اللي من فوق ديت، وهقسمها نصين بس. وطبعا كل ما نلاقي حاجه كده نجيبها ونجففها، بجد بتبقى جميله جدا جدا. الحاجه حلوه قوي طبعا، والحاجه بتقعد معانا ما شاء الله من السنه للسنه، ما بيحصلهاش اي حاجه. هنا بعد ما قطعت الفراوله بالمنظر ده هجيب نص كوبايه من السكر، ودولت كانوا 2.5 من الفراوله. هقلبها كده كويس بالمنظر ده، وهجيب بقى اكياس التلاجة وهحط فيها الفراولة. عايزة اقول لكم ان السكر مادة حافظة بيحافظ عليها. طبعا هي لو اتحطت من غير سكر برضو هتبقى حلوة ومش هيبقى فيها اي حاجة، بس انا متعودة ان انا احط على الفراولة وانا بخزنها سكر، وبتطلع معايا ما شاء الله طعمها جميل جدا جدا، اكني لسه جايباها وبعملها عصير دلوقتي. فطبعا ما اتعودت خلاص انا بصراحة بعمل. فهنا طبعا خلصت بقى كده الفراولة، وهنا معايا الكيوي. الكيوي برضو من الحاجات الجميلة جدا جدا، اللي طبعا تنفع طبعا في التورت، ينفع في الجاتوهات، بينفع عصاير، بيتحط طبعا في الكوكتيل. بجد هو جميل جدا جدا ومفيد. وهنا هقشره كده كله وهقطعه كده شرايح بالمنظر ده. شايفين سبحان الله شكله جميل ازاي؟ سبحان الله بجد تحفة. وهنا كان معايا برضو كده ايه الجوافة زي ما انتم شايفين انا قطعتها كده حلقات، بتكون سهلة ليا لما بشيل البذر كده منها زي ما انتم شايفين. والبذر على فكرة بيتضرب عصير تاني باللبن، وبيبقى طعمه حلو جدا جدا، ما بيبقاش فيه اي حاجة. بس انا بحب اخزنها من غير ما يكون فيها بذر بصراحة ولا اي حاجة. بصراحة بحب اشيل كل حاجة جاهزة يا دوبك اطلعها كده استعملها على طول زي ما انتم شايفين. هنا برضو الحلقات بيبقى شكلها حلو في قلب الكيس، وفي نفس الوقت بتبقى سهلة برضو للضرب. وهنا طبعا هخلص كده الجوافة وهركنها دلوقتي بقى على جنب، ويلا بينا نشوف البرتقال هنعمل فيه ايه. وبيبقى حلو جدا في العصير. هقشره بالمنظر ده. ودلوقتي البرتقال رخيص مش غالي، برضو في فاكهة والله رخيصة، يعني الموز من 15 ل20، والبرتقال ب10، وفي كيلو وربع ب10. المانجا ب25 جنيه، تخيلوا ان لسه في مانجا لحد دلوقتي ب25. يعني بجد في فاكهة رخيصة، يعتبر هي الفاكهة ارخص حاجة بصراحة. ارخص من الخضار وارخص من البصل، والله المستعان يعني بصراحة. هنا بقى انا خلاص قشرت البرتقال وشلت القشره البيضه، لان القشره البيضه دي هي اللي بتمرر البرتقال. انا طبعا شلتها. وهنا بقى بشيل البذر كده بالمنظر ده، وشايفين شكله ما شاء الله بعد ما قطعته كده حلقات. انا برضو كده هحطه بقى هنا في قلب كده طبق تاني، حاجه اوسع يعني شويه، علشان هنا بقى هنحط بقى طبعا الفاكهة كده على بعض. يعني هنعمل شوية كوكتيل كده برضو على بعض، لما تيجي تعملي عصير يبقى كيس عصير حلو جدا. انا هنا حطيت كده فراولة على جوافة، وحطيت الكيوي، وحطيت البرتقال، وحطيت الموز بالمنظر ده. بس انا طبعا الموز دلوقتي هعمله كده حلقات زي ما انتم شايفين. انا عايزه اقول لكم بجد بامانه كيس عصير في الجون بجد تحفه جدا ما شاء الله. مشروب مغذي طبعا، ينفعك بقى لاولادك، هينفع لما يكون عندك ضيوف، هينفعك جدا جدا في رمضان ان شاء الله باذن الله ان حيانا ربنا. هنا انا معايا الكياس بالمنظر دوت، هحط بقى هنا على قد استعمالي. شايفين ما شاء الله الالوان سبحان الله، الالوان كلها كده مع بعض بجد جميله جدا، وكمان مغذيه بقى، حديد وكالسيوم وفيتامين، بجد يعني كيس من الاخر. يعني تعملي حبه عصير لولادك كده ولا لضيوفك، بجد جميل جدا جدا ومغذي ما شاء الله، يعني بجد تحفه. وبعد ما خلاص بقى حطيت كده الفاكهه في قلب الكياس، يلا بينا هنا الموز انا بسيبه بقى كده بقشره، طبعا بغسله غسله كويسه وبنشفه. وبعد كده بجيب بقى الاستريتش كده او كيس تلاجة،
وبحطه بقى كده في قلب الفريزر، برضو هينفع للعصير، هيبقى برضو جميل جدا جدا. وكمان الموز دلوقتي رخيص. وهنا بعد ما خلصت كده بقى وحطيت كده برضو الفاكهة في قلب الكياس، خلصتها ويلا بينا على الموز. هنا انا بجيب الاسترتش بفرده كده وبحط الموز جواه، ويقعد معاكي من سنه للسنه ما فيهوش اي حاجه. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم طلعت الكميه ما شاء الله اللهم بارك جميله جدا جدا. ب 150 جنيه نزلت جبت شويه الفاكهه العسل دول واحطهم في الفريزر وهنساهم خالص، هيمشوا معايا بقى في رمضان كده. ولادي عايزين عصير، حد جالك على ساعه تدي لولادك برضو في المدرسه، بدل ما تجيبوا العصير طبعا بتاع بره اللي مواد حافظه ومش عارفينه معمول ازاي. كل حاجه نجيبها ونعملها احنا بايدينا انضف طبعا حاجه البيت لا يعلى عليها. وده كان فيديو النهارده، فيديو سهل وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.